كانت في الأول عبارة عن لعبة عادية زي باقي الألعاب ومفيش منها أي خطورة، لحد لما جه ساحر واستخدمها استخدام غلط، ومن وقتها اتربطت بالمس الشيطاني، ومن مجرد لعبة إلا إنها أصبحت بوابة للعالم الآخر. ولو فكرت إنك تجرب اللعبة دي شوف معايا الفيديو للآخر وقرر بعدها. حلقة جديدة من قناتكم أسرار الليل، ولو أول مرة تسمعني يشرفني إنك تنضم للقناة عشان تتابع حلقاتنا أول بأول. يلا نكمل. طبعا من المعروف ان فضول الانسان مستحيل انه يقف، ودايما بيدور على الحاجات الغريبة والمخيفة، وبيبقى عايز يعرف عنها اكتر واكتر. حتى عالم الارواح والعالم الاخر بيبقى مصر انه يعرف عنه اكتر ويدخل نفسه فيه. ومش بس كده، ده كمان بدأ يجرب وسائل وطرق من خلالها يقدر يتواصل مع العالم ده. بس اغلب الطرق والوسائل دي صعب انها تتنفذ على ارض الواقع، وتكاد تكون شبه مستحيلة. لكن الانسان كالعادة اخترع وسيلة يقدر من خلالها انه يتواصل مع الارواح التانية، أو بمعنى أصح أرواح الناس الميتة. والوسيلة دي هي لعبة ويجا، واللي كل الأحداث التاريخية بتاعتها بتحذرنا تحذير صارم على اللعب بيها أو دخول البوابات بتاعتها. وده طبعا لأن التاريخ مليان بأحداث وكوارث مفزعة لناس حاولت إن هم يخشوا العالم الآخر، لكن نهايتهم كانت مأساوية برغم كل التحذيرات والتنبيهات دي اللي كانت بتتنقل لنا عن أي حد جرب الأذى بتاعها. بس فضول الإنسان ورغبته برضه كانت بتدفعه إن هو يجرب ويخش العالم ده، باعتقاده انه هيمتلك قدرات فرديه هتميزه عن غيره. فكان بيتناسى كل التحذيرات والتنبيهات دي ويبدا يلعبها. بدات اللعبه تنتشر وسط الناس واتقال عنها ان هي بتوصلهم بالارواح الميته. طب ازاي هتبقى مجرد لعبه وتخلي الناس تتواصل مع الارواح؟ هقول لك انها في الاول كانت لعبه عاديه جدا، بس ده قبل ما تتسكن. ما تسبقش الاحداث وتعالى اقول لك مين اللي عمل اللعبه دي او فكرتها جت منين. فكره الويجا بترجع لدوله الصين على يد كهنه اسمهم كهنه ديانه الطاويه. كان الكاهن منهم بيحط قدامه شوية رمل وبيمسك في ايده عصاية ويبدأ يقول صلوات والكلام بتاعه، ومن بعدها بيحرك ايده بالعصاية. المفروض ان العصاية دي بتبدأ تكتب شوية حروف وارقام، وبعدها يجي الكهنة اللي معاه يجمعوا الحروف والارقام دي ويعتبروا ان دي الرسالة اللي الارواح بتوصلها لهم. ومش بس الصين اللي كانت بتعمل كده، ولكن كان في سحرة من جميع بلاد العالم جربوا اللعبة دي. من كتر اللي عملوه بدأت الارواح ان هي تلبس اجسامهم علشان تنقل الرسالة عن طريق لسانهم وهم. فطبعا الامور كانت بشعه جدا ومش اي حد يستحمل الكلام ده، لحد لما جه سنه 1890. في الوقت ده طلع اخبار ان في راجل امريكي اسمه إلجا بوند قال لك يا عم انا جبت طريقه من خلالها تتواصل مع الارواح وما يكونش فيها اي خطوره ولا اي اذى، وبتكون بطريقه مبسطه جدا ما تحتملش الخطوره زي الاساليب بتاعه السحر وتحضير الارواح. بس عشان تقدر تستخدمها لازم يكون متوفر فيك شروط بسيطه. اول شرط انك تكون بتعرف تقرا الارقام والحروف بشكل صحيح، والشرط الثاني انك ما تلعبهاش لوحدك. وركز على الشرط الثاني، ما تلعبهاش لوحدك. واطلق على الطريقه بتاعته دي اسمه ويجا. واصل كلمه ويجا مشتقه من دمج كلمه نعم بس بالفرنسيه والالمانيه. وفي مقوله بتقول ان ويجا ده اسم احد كبار ملوك الجن. وانا شايف ان في ناس فيكم مستنياني اقول طريقه اللعبه دي عشان يروح يجربها، بس احب اطمنك لو انت جربتها هنعمل عليك فيديو المره الجايه. انا مش هقولك بتتلعب ازاي بالتفصيل، بس انا هوصل لك الفكره بطريقه مبسطه ومختصره من باب المعرفه مش اكتر. اللعبه عباره عن لوح من الخشب مكتوب عليه الحروف الابجديه من A to Z والارقام من 1 ل 9، وعلى الزوايا بتاعت اللوح الخشب ده محفور عليه 4 كلمات بس: نعم، لا، مرحبا، وداعا. واللعب فيها بيكون عن طريق مؤشر معمول من الخشب بس على شكل قلب، وكل اللي بيلعبوا بيحطوا ايديهم على المؤشر ده عشان المفروض ان هو يتحرك. واقصى عدد المفروض انه يلعب اللعبه دي يكون 4، ولكن يستحسن انها تكون من 3 اشخاص، وينفع 2 يلعبوها عادي. بس خلي بالك مستحيل واحد بس يلعبها، لان لو واحد بس جرب انه يلعبها هيكون بيعرض حياته لخطر شديد جدا. واللي بيأكد الكلام اللي بقوله لك ده مقولة مشهورة بتقول: اياك ولعب الويجا وحدك، لا تفعل ذلك ابدا. وده تحذير صريح لاي حد بس بيفكر انه يلعبها لوحده. اللعبة مش لازم لها مكان معين عشان تتلعب فيه، ولكن يستحسن انها تكون في مكان هادي والضوء بتاعه قليل شويه، ويستحسن كمان لو كانت على ضوء الشموع. ولو شخصين بس بيلعبوا اللعبه دي المفروض ان هم يكونوا قاعدين في وش بعض، واللوح بتاع الخشب يكون على حجر واحد فيهم. انما لو اكتر من 2 بيلعبوها اللوح يكون محطوط على ترابيزه، والثلاثه برضه وشهم في وش بعض. والمفروض ان في واحد منهم بيكون الرئيس بتاعهم، او بمعنى اصح هو المسؤول عن طرح الاسئله اللي المفروض يكون مجهزها في ورقه من قبل ما يبداوا اللعبه. وبعد كده المفروض ان كل اللي بيلعبوا يحطوا ايديهم على المؤشر اللي على شكل قلب ده، بس من غير ما يمسكوا بقوه او يضغطوا عليه جامد. ويجي بقى اللي ماسك الاسئله او الرئيس بتاعهم يسال اول سؤال: هل في روح موجوده معانا هنا في المكان؟
ومن بعدها بيستنى الرد اللي ممكن انه يجي بسرعة او يجي متأخر او ما يجيش خالص. لما المؤشر اللي حاطين ايدهم عليه يبدأ يتحرك، لو راح عند كلمة نعم معناه ان شي يروح معاهم في المكان، وبعدها رئيس الجلسة بيبدأ يطرح الأسئلة اللي عنده اللي كاتبها في ورقة، يا إما الإجابة بتكون أيوة أو بلا، وساعات تكون الإجابة عبارة عن حروف وأرقام. يعني مثلا لو سأل فلان ده مات سنة كام، المؤشر يفضل يتحرك عن 1 4 7 5، ده معناه إن المتوفي ده مات مثلا يعني. ويفضلوا يلعبوا اللعبة دي لغاية ما المؤشر نفسه يروح عند كلمة وداعا، وده معناه إن الروح خلاص فرقت المكان. وعلشان لو دماغك جابتك وراحت لبعيد وقلت طب ما اجرب العبها، شوف الفيديو اللي هعرضه لك دلوقتي لواحده اتمست بالفعل وهي بتلعب لعبه الويجا. واللعبة دي اتعمل عليها أفلام كتير جدا، منها فيلم ويجا اللي هو الفيلم المصري اللي احنا عارفينه، ومنها أفلام كتيرة جدا أجنبية هسيب لكم أساميها في صندوق الوصف. ودي كان مختصر لحكاية لعبة ويجا من نشأتها والكوارث والبلاوي اللي حصلت من وراها. طبعا كالعادة أنا بحكي قصص وتجارب للناس هي اللي بتحكيها، وتقدر تدور في المصادر اللي هسيبها لكم في صندوق الوصف. أنا مش طالع أشجعك وأقول لك إن اللعبة دي بتحضر أرواح عشان تجربها، أنا بس طالع أشرح لك الموضوع من وجهة نظر الناس اللي حكوها قبل كده. أنا بحكي لك للترفيه مش أكتر، وعايزكم تقولوا لي بقى هل فعلا أنت مصدق بقدرات اللعبة دي اللي هي ممكن تعمل الحاجات دي ولا لأ؟ استنى رأيكم في الكومنتات. دي كانت قصتنا النهارده، لو عجبتك القصة ما تنساش تشرفنا بالاشتراك في القناة وبالإعجاب بالفيديو دعما للمجهود. سلام.